ازاي تعمل مليون جنيه في 3 شهور بس. كل يوم بنشوف فيديوز من نوعية ازاي تعمل مش عارف كام في قد ايه، ورقم الفلوس مقارنة بالمدة مش منطقي تماما، خصوصا بالنسبة لناس صفر راس مال، صفر موهبة او مهارة تقدر تعمل منها فلوس ومفيش وظيفة اصلا. فبالتالي انت ازاي بتتفرج على الفيديوز دي ومقتنع انك ممكن تعمل اللي هم بيقولوا عليه ده وانت اصلا ما عندكش كل المقومات اللي ممكن تخليك تعمل فلوس؟ ما ده مش مصباح علاء الدين ولا جن هيطلع لك يقول لك شبيك لبيك، ولا انت لا مؤاخذه يا ياسمين. اعمل لايك وفولو وتعالى افهمك حاجه. ما تخليش اي حد يشتغلك بكلمتين لمجرد انه عرف مدى رغبتك في الفلوس. انا متاكد انك مش بتبقى مقتنع بالكلام ده من جواك وعارف انه اي كلام في الهوا كده، بس انت بتقول لنفسك ما يمكن تضرب معايا وابقى زي الناس اللي بيتكلموا على النت دول. الحقيقه انك تجرب بدون مقومات ومفكر انها ممكن تظبط معاك بالصدفه مثلا، ده مش ذكاء خالص، ده ممكن نعتبره يأس. انت مثلا ممكن ما تكونش عايز تبقى غني، انت بس عايز تبطل تقلق اخر الشهر لما الفلوس تخلص وفي لسه حاجات انت محتاج تجيبها، فبتدور على مهرب. فعقلك خلاص مهيأ انه يصدق الكلام ده، والناس دي استفادتها ان انت تتفرج تديهم فيوز رياكتس، فهو كده كده مستفيد، لكن انت تطلع على الله حكايتك. لازم تكون عارف ان طول ما الخوف مسيطر عليك، اي كلام حتى لو الكلام ده وهمي 100% هيأثر فيك. مش عايزك تفهم كلامي باحباط، مفيش حاجه مستحيله، بس خليك واقعي، مفيش حاجه سهله.